السلام عليكم، وايه الاخبار يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير. ده الريدمي 15 سي، الموبايل الاقتصادي الجديد من شاومي اللي جاي في فئه ال $100، وده بيخليه عندنا هنا بيبدا في السوق المصري من اول 6000 جنيه لنسخه 628 جيجا. في اصدار تاني بيبقى في حدود 6700 جنيه لنسخه 8 جيجا رام مع ذاكره داخليه 256 جيجا. بجرب الموبايل الفتره اللي فاتت ديت، والحقيقه انا خدت معاه تجربه تعتبر مقبوله جدا، على اعتبار طبعا انه موبايل اقتصادي وفي نفس الوقت هو نازل بمواصفات مميزه وسعر مميز من وجهه نظري. فهل يا ترى الريدمي 15 سي من الموبايلات اللي انا انصحكم بشرائها ولا لا؟ ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده. المهم بقى عشان ما اطولش وقت الفيديو عليك، ما تنساش تدعمني بلايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على يوتيوب. ويلا بينا كالعاده، اول حاجه هنتكلم عنها وهي التصميم المميز اللي بيقدمه الريدمي 15 سي. التصميم اللي بيجي على الريدمي 15 سي كعاده شاومي في كل فئاتها السعريه بتعلي على كل المنافسين، والموبايل ده تقريبا هو الموبايل الاقتصادي الوحيد اللي جاي بخامات تصنيع من الزجاج، ويعتبر في تغيير حصل في التصميم عن الاصدار السابق اللي هو الريدمي 14 سي. موبايل من اسفل عندك فيه فتحه 3.5 مللي بالاضافه لمنفذ الشحن عن طريق تايب سي، بالاضافه كمان للسماعات الخارجيه. ظهر الموبايل زي ما قلت لك جاي من الزجاج، والنسخه اللي معاه ديت بتيجي باللون الازرق. الموبايل كمان بيتوفر بالوان ممتازه جدا. الكاميرات بتيجي في اعلى ظهر الموبايل هنا من ناحيه الشمال، والبروز بتاعها يعتبر حاجه جميله بصراحه. اللي ما عجبنيش في التصميم كعاده كل تصميمات او معظم موبايلات الفئات الاقتصاديه هو شكل الشاشه من قدام. طبعا هنا هو جاي بشاشه عملاقه، ولكن اللي ما عجبنيش فيها هو الحواف الجانبيه والسفليه، وكمان ان هي جايه بنوتش. حاجه من الحاجات الحلوه كمان في التصميم هنا ان الموبايل جاي بريتنج IP64 لمقاومه الطرطشه ورذاذ الماء وما الى ذلك، ودي حاجه كويسه. الموبايل بقى كمان حجمه كبير ووزنه يعتبر في حدود 200 او 205 جرام، وهو من الموبايلات الكبيره واللي غالبيه الناس مش هتقدر تستخدمه بايد واحده بسبب حجم الشاشه العملاق ده. عندك كمان بصمه شغاله على زرار باور هنا، شغاله بكل كفاءه زيها زي كل البصمات اللي بتيجي من النوعيه دي. طيب ده كان الكلام عن التصميم. ايه اخبار بقى الشاشه والتجربه العمليه اللي هتاخدها منها، وهل حصل تطور عن الاصدار السابق اللي هو الريدمي 14 سي ولا لا؟ الموبايل هنا لازال جاي بالشاشه العملاقه اللي جاي هنا من نوعيه IPS LCD، حجمها 6.9 بوصه بدقه HD بلس، بتدعم ريفريش ريت لحد 120 هرتز، وبدرجه سطوح هتوصل معاك لحد 800 نتس. بعيدا عن الارقام والمواصفات اللي بتقدمها الشاشه، وكمان بمقارنتها بالاصدار السابق ال 14 سي، فانت في الحقيقه مش هتاخد تجربه تعتبر مختلفه ابدا عن الاصدار السابق. الشاشه هنا بتيجي بدرجه سطوع زي ما قلت لك تعتبر مقبوله، بتوصل معاك لحد 800 نتس، وده هيخليها مثلا بالنسبه لتجربتها العمليه مش افضل حاجه في استخدامها المباشر تحت اشعه الشمس المباشره، ولكن استخدامها في ضوء النهار فالشاشه ديت هتفي بالغرض معاك، مش هتزعجك بشكل كبير. طول ما انت بتستخدمها في ضوء النهار هتفي بالغرض معاك بشكل كويس جدا. ولكن الشيء المميز هنا في تجربه الشاشه ديت بصراحه هي حجمها العملاق. زي ما قلت لك هي جايه بحجم 6.9 بوصه، وده هيخليها شاشه ممتازه جدا للناس اللي بتحب تتفرج على الافلام واليوتيوب ونتفليكس. هتكون تجربه مشاهده المحتوى معاك من الحاجات المميزه جدا على شاشه الموبايل ده. نقطه اخيره في موضوع الشاشه ده، زي ما قلت لك هي جايه بريفريش ريت 120 هرتز، ولكن بعيد عن الارقام زي ما قلت لك التجربه الفعليه اللي هتاخدها من معدل تحديث الشاشه ده غالبا هيبقى معاك لحد 90 هرتز، وما تنتظرش منه اداء افضل من كده. طيب ده كان الكلام عن الشاشه. ايه اخبار بقى المواصفات الداخليه وتجربه الاداء اللي هتاخدها من الموبايل ده في الاستخدام العادي وكمان في الاستخدام المكثف والالعاب؟ الموبايل هنا جاي بمعالج من ميديا تك اللي هو الهيليو G81 الترا، بيتوفر باصدارين 6 و8 جيجا رام مع ذاكره داخليه 128 و256 جيجا. ونوع الذاكره الداخليه اللي موجوده على الموبايل هنا من النوع القديم للاسف، والموبايل كمان جاي باندرويد 15 مع اخر اصدار من هايبر OS. نسخه الموبايل اللي معايا ديت هي نسخه 6 جيجا رام مع ذاكره داخليه 128 جيجا، ودي اللي انا قررت اجيبها واعمل عنها المراجعه، لان انا حسيت ان غالبيه الناس هتشتري النسخه دي. طبعا في اصدار تاني بيجي ب 8 مع 256 جيجا بيزيد في حدود 700 جنيه ولا حاجه، وده رقم مهم في الفئات الاقتصاديه. التجربه العمليه اللي هتاخدها من الموبايل ده ما تختلفش كتير عن الريدمي 14 سي، فكل اللي اقدر اقول لك عليه انك هتستخدم مثلا الاستخدام العادي اليومي اللي كلنا بنعمله في فتح مواقع التواصل الاجتماعي، وانت بتتفرج على المحتوى، بتفتح فيسبوك، بتعمل مكالماتك. موبايل في الشق ده هيعمله بشكل يعني مش افضل حاجه، ولكن هيعمله معاك بشكل كويس. طبعا بالنسبه للناس اللي بتحب بقى تجربه مثاليه ان انت عايز سوفت وير شغال معاك بشكل كويس جدا، الموبايل ما يعلقش، فانت هتشتري موبايل اقتصادي، فلما يعمل معاك حاجه زي كده انه يعلق معاك من وقت للتاني فدي حاجه بتكون متوقعه. ولكن بشكل عام اداء الموبايل في الشق ده كان عاجبني وما كانش عندي تعليقات سلبيه كتير عليه. النقطه الثانيه المتعلقه بالالعاب، فالهيليو G81 الترا ده هيلعب لك كل الالعاب اللي انت عارفها، بابجي، كول اوف ديوتي، اسفلت 9، ولكن نفس الكلام ما تستناش منه اداء استثنائي يعني، ودي حاجه متوقعه طبعا بالنسبه لفئه الموبايل السعري. طيب ده كان الكلام عن الاداء والمواصفات وتجربه الشاشه، وزي ما شفت يعتبر ما حصلش تغيير عن الاصدار السابق الريدمي 14 سي. فهل يا ترى نفس الكلام ده مكمل معانا في تجربه الكاميرات ولا لا؟ موبايل جاي بكاميرتين
الصورتين الكاميرا الرئيسيه جايه بدقه 50 ميجا بكسل بالاضافه للكاميرا الاماميه اللي جايه بدقه 8 ميجا بكسل. بالنسبه لنتائج الصور اللي هتاخدها من كاميرات الموبايل هنا وتحديدا الكاميرا الرئيسيه، وبعيدا عن ان الارقام تعتبر ما اتغيرتش الا ان انا حاسس ان في تحسن في الصور، فالصور نوعا ما والله يعتبر حصل فيها تطور وفيها تفاصيل بالمقارنه بالاصدار السابق الريدمي 14 سي. وفي نصيحه دايما انا بقولها وانا براجع الموبايلات الاقتصاديه، حاول بنسبه كبيره انك تصور في اضاءات كويسه، وتحديدا في اضاءه النهار هتاخد من الموبايل ده صور هتعجبك بنسبه كبيره جدا. زي ما انت شايف هو بيحاول يظبط الديناميك رينج على قد ما يقدر، وفي معظم الاحوال انا الصور عليه عجباني بشكل كبير. نفس الكلام تقدر تقوله بالنسبه لكاميرا الموبايل الاماميه هنا، بالرغم ان الاصدار السابق كان 13 وده 8 ميجا، الا ان انا حاسس ان الصور هنا افضل من الاصدار السابق. يعني زي ما انت شايف برضو فيها تفاصيل حلوه، العزل فيها كمان شغال، صحيح هو شغال عن طريق السوفت وير، ولكن بشكل عام الصور على الموبايل هنا عجباني بشكل كبير، سواء كاميرا الموبايل الرئيسيه او الكاميرا السيلفي. البطاريه كمان من الحاجات اللي يعتبر حصل فيها تطور عن الاصدار السابق اللي هو ال 14 سي، كانت موجوده عليه 5100 ملي امبير تقريبا، ولكن هنا موجوده 6000 ملي امبير، وكمان بتدعم شاحن سريع 33 واط بالمقارنه بالقديم اللي كان 18 واط، ودي حاجه تعتبر كويسه. وانا في تجربتي البطاريه بصراحه كانت شغاله بشكل كويس، ما يعتبرش يعني فيها حاجه ثوريه يعني على اعتبار ان دي 6000 ملي امبير، ولكن اللي انا اقدر اقول لك عليه ان هي تجربتها كويسه وهتقضي معاك اليوم مفيش فيها اي مشكله. بالنسبه للجانب العملي بقى على الموبايل هنا في تجربته في الشبكات وما الى ذلك، فالاول انت عندك بالنسبه لشبكه الاتصال شبكه الواي فاي، الموبايل شغال بشكل كويس زيه زي اي موبايل، ما كانش فيه اي مشكله في الموضوع ده. طبعا الموبايل هنا بيدعم شريحتين بالاضافه لكارت ميموري، ولكن تحط في اعتبارك ان سنسور المكالمات وانت حاطط الموبايل على ودانك كده شغال هنا عن طريق السوفت وير، هو شغال ما فيش فيه اي مشكله، ولكن من وقت للتاني هيعلق، ودي حاجه انت لازم تحطها في اعتبارك. اخيرا بقى سعر الموبايل والحكم عليه وهل انصحك بشرائه ولا لا. سعر الموبايل وقت تصوير الفيديو زي ما قلت لك هو في فئه ال $100، ولكن عندنا هنا في السوق المصري بيتوفر باصدارين 628 ده في حدود 6000 جنيه، النسخه الثانيه منه اللي هي ب 8 256 دي سعرها في حدود 6700 جنيه تقريبا. كقيمه مقابل السعر والله ونظرا للتجربه اللي انا خدتها منه، وانا ماليش دعوه مثلا ان اجهزه شاومي بعد شهرين ولا بعد 3 بيحصل فيها مشاكل في السوفت وير، دي حاجه ممكن تكون هتحصل في الجهاز دوت، ممكن لو حصل ممكن اسيب لك تعليق اقول لك حاجه زي دي، ولكن في الفتره اللي فاتت دي تجربته معاه كانت كويسه بصراحه. زي ما قلت لك بالمقارنه بالمنافسين مفيش اي حد هيقدم لك مواصفات قويه في السعر ده غير شاومي، والموبايلات الثانيه اللي ممكن نوعا ما بتحاول تزق مع شاومي في المنطقه ديت يعني هتكون انفينكس، ولكن مثلا كل المنافسين بقى التانيين اللي سواء ريلمي او اوبو لو هيقدم لك مواصفات بالشكل ده كده هتكون في فئه سعريه اغلى بكتير. فبشكل عام الموبايل لحد دلوقتي من الموبايلات الكويسه معايا كقيمه مقابل سعر، ومن الموبايلات اللي انا انصحكم بشرائها. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى تدعموني بلايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفوني على يوتيوب. اشوفكم فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله. سلام.